الوصفة دي من الوصفات اللذيذة أوي، والحقيقة إن هي كانت بناءً على طلب مامتي، وكانت نِفْسها فيها أوي، لإنها كانت بتيجي لها زمان من البلد، وما كنتش عارفة أوصل بالضبط للمقادير. المهم إن أنا عملت كده mix لطيف، وطلعت حلوة جدًا وأقرب يعني للحاجة اللي هي بتحبها، وسميتها قرص الطيبين، ما كنتش عارفة أسميها إيه بصراحة. المهم إن طريقتها سهلة جدًا، جدًا وهتعجبكم أوي. أول حاجة هنحتاج 3 كوبايات من الدقيق وننخلهم، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة ملح، ومعلقتين سكر، وحوالي ربع كوباية من الزيت. هنقلب كل ده مع بعضه لغاية لما الدقيق يتشرب الزيت تمامًا، وبعد كده هننزل باللبن الرايب، أو لو ما فيش لبن رايب يبقى لبن وعليه خل. أنا هنا استخدمت حوالي كوباية من اللبن الرايب. هنبدأ إن إحنا نعجن كويس أوي لغاية لمّا العجينة تلِم معانا، هتكون بتلزق شوية، وبعد كده هنلمّها يا بشوية دقيق أبيض أو دقيق أصفر. وأنا كنت جرّبت الدقيق الأصفر ونجح جدًا معايا لإن ما كانش عندي دقيق أبيض يكمّل، فالمهم هنا ضِفت معلقتين كبار من الدقيق الأصفر، دقيق الذرة الأصفر، وكانت النتيجة حلوة جدًا، فحبيت إن أنا أوريكم الفكرة دي. هنعجن كويس أوي، وبعد كده هنسيبها حوالي 10 دقايق بس ترتاح شوية، لغاية لمّا نجهّز بقى الصواني الحاجات اللي هنبدأ إن إحنا نشتغل بيها ونشكِّل بيها القُرَص دي. إحنا مش محتاجين أكتر من صينية ندهنها شوية زيت، ونبدأ إن إحنا نقسّم العجينة دي لكِوَر. أنا كمية الدقيق دي عملت 13 كورة، بوزن كل واحدة 50 جرام. أنتم اعملوا الوزن اللي تحبوه، بس أنا عملتها 50 جرام عملت معايا 13 واحدة، بحيث إن كله يطلع آآ تقريبًا نفس الحجم. هنخلّص الكمية ونقسّم الكِوَر، وبعد كده نبدأ إن إحنا بقى نساويهم عشان نفردهم ويبقى شكلهم كويس، ونعملها بقى حجم القُرَص اللي أنتم شايفينها دي. وبرضه الحجم بيرجع لكم، ولكن ما ترفّعوهاش أوي علشان ما تنشفش وتقرمش زيادة في الفرن. دلوقتي بقى ممكن نشغّل الفرن على ما نخلّص الكمية كلّها، وهيكون الفرن سُخن، يعني درجة حرارة متوسطة لعالية، وهنحط الصواني في الرف اللي في النُص. هنبدأ بقى نشكِّل القُرَص بتاعتنا، كل كورة كده نفردها بسُمك كويس، ما يبقاش سُمك رفيّع أوي، والكمية اللي مش شغالين بيها لازم نغطّيها بورق بكيس بلاستيك أو بفوطة علشان ما تنشفش. هو ده الحجم اللي إحنا محتاجينه، حجم كده مدوّر صغير، و آمم هنرصّها في الصينية أو في الصاج اللي مدهون شوية زيت عشان بس ما تلزقش، وهندهن وشّها بقى في اختيارات كتير. أنا دهنت وش القرص دي بالقشطة، قشطة بلدي، لكن لو ما فيش قشطة عندكم ممكن لبن، ممكن رايب، يعني زي ما تحبوا. وبس كده، هندخّلها بقى الفرن، يعني بتقعد حوالي تِلت ساعة، لإنه لو الشواية مش متاحة فبنقلبها أول لمّا تبدأ تفُك كده وتاخد لون خفيف من تحت بنقلبها، وده اللي أنا عملته لإن أنا الشواية عندي بايظة. لكن لو الشواية موجودة فمجرد ما تاخد لون من تحت هنفتح عليها الشواية وبيطلع ده شكلها. حلوة أوي، 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 وطعمها لذيذ بجد، وريحة كده الرايب والقشطة فيها جميل، ويا سلام لو عملتوها بلبن بلدي حلوة أوي. وممكن في العجينة نفسها تحطوا قشطة هتبقى حلوة جدًا برضه، معلقة كده تدّي طعم، حلوة جدًا في الفطار. وممكن بقى بمربى، بقشطة، بعسل، بجبنة زي ما تحبوا، وسهلة وما بتاخدش وقت. يعني ممكن كده في يوم على الفطار تعملوها كده بسرعة، لإنها لا بتحتاج تخمر ولا بتحتاج أي فَن في طريقة تنفيذها. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا. وما تنسوش تشتركوا في قناة اليوتيوب وتتابعوني على الفيسبوك.